لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت. ايه ده بتعملي ايه هنا؟ انا الكرسي بتاعي هنا، انتوا اللي بتعملوا ايه؟ اوكي بص يا ستي بقى، انا دلوقتي بدور على مكان بيعمل اكل حلو قوي في سوتر. بص في محل كريب هنا بيعمل كريب، يعني الاسعار مش تو ماتش خالص وافيلبل قوي. اسمه ايه بقى؟ اسمه كريب. كريبي. فين بالظبط؟ في سوتر هنا. سوتر هنا، تمام شكرا. باي باي. بعد تدوير نص ساعه على المكان ده اخيرا وصلت له، وده شكل الباكنج بتاعه. بس انا اهم حاجه عندي ان المكان مكيف. وقبل ما اقول لك ان الراجل ده هو اللي بيخترع كل حاجه بنفسه من طقطقه للسلام عليكم وكل حاجه فريش، انا عايز اقول لك ان الراجل ده اخترع كريب سماش حاجه 13 خالص. ده غير ان اكبر كريب ممكن تشوفه في الفيديو ده عامل 120 جنيه. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده، 120 جنيه اغلى كريب عنده. اما لو هنتكلم على الاربعه اللي قدامك دول اسعارهم بتبدا من 100 لحد 120. ده غير ان في ارخص طبعا، بس انا مش متعود اقول اسعار في الفيديو، فالفيديو ده نادر ان انا اقول اسعار. بالنسبه لاسعاره فهو الكريبايه الواحده ما تكفيش فرد ولا اتنين، ده تخش ممكن فيها 3 كمان. ده غير ان عنده اختراعات بالشوكولاته تجيب لك الانسولين يا معلم. ونيجي بقى لاهم سؤال، هل الاكل اللي بينزل للفود بلوجر او بينزل للبلوجر عموما هو نفس الاكل اللي بينزل للناس؟ احب اقول لك يا عزيزي، بس معظم البلوجر ما عندهمش مصداقيه.